يا مرحب يا مرحب يا مرحب. أول حلقة في برنامج هايلة. يا مرحب بكل الستات اللي اتهرت شلاليت في حياتها. يا مرحب بالستات اللي خدت قلم ووقفت وعفرت، مش عشان حاجة، عشان تاخد القلم اللي بعده. يا مرحب بكل الستات اللي كلها قوة وعزيمة مكملة في الحياة، عشان مفيش قدامها حاجة غير إن هي تكمل في الحياة. أنا زيك بالظبط، أنا جايالك من قلب الشلوت، بقولك أنا صاحبة مبدأ شلوت جانبك دفع لقدام يا فندم. أنا جاية الاستوديو هنا بشلوت أصلا. فإحنا هنا في أول حلقة من هايلة عشان أقولك أنت زي الفل، أنت حياتك كلها زي الفل. كل اللي مريتي بيه ده هي تجاربك في الحياة، بتشكل شخصيتك، بتخليكي فعلا أقوى، بتقدري تواجهي الحياة، ضغوطاتها، كل اللي بيحصل فيها. احنا هنا عشان نعرفك ان مش معنى ان انت تعرضتي لشلوت ان في مشكلة. لا 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 لا، انت زي الفل وهايلة. بصي بقى، كل الناس اللي موجودين في الدنيا دي كلها اتعرضوا لشلاليت، بس احنا هنذاكر وهنشوف ايه اللي ممكن نعمله عشان نتجاوز اللي بيحصل معانا. خدي عندك القاعدة دي. شايفه كاتبه قوتك كبيره ازاي؟ قاعده بتقول عدد الشلاليت اللي خدتيها في حياتك تتناسب طرديا مع قوتك. معنى ايه الكلام ده؟ يعني كل ما خدتي شلاليت اكتر فرصتك في الفوز تكتر، كل ما هتبقي اقوى، كل ما هتبقى احنا صحتنا بتيجي على الشلاليت يا جماعه. ناخد شلاليت اكتر، نقوى، ننتعش، نبتدي نفكر هنعمل ايه في المرحله الجايه. قدامك حل من الاتنين. بعد ما تاخدي شلوت او بعد ما تعدي بازمه، الشلوت ده نموذج للازمات الكبيره اللي بتعدي في حياتنا، وكلنا بنعدي بازمات في حياتنا. قدامنا حاجه من الاتنين، يا اما نعطل ونحرن ونقول خلاص حياتنا انتهت وندبدب ونعمل كده برجلنا في الارض، يا اما نقول لا، حياتي مش هتخلص، انا هبتدي حياه جديده. دي كانت واقفه يمكن عشان ربنا عاوز يرشدني لطريق جديد، عاوزني افتح عيني على حاجه ما كنتش شايفاها، بيبعدني عن شر كبير كنت انا واقعه فيه. هم حلين مفيش غيرهم، يا تعطلي يا تقرري ان انت تبقي هايله. في البرنامج ده احنا هنعلمك ازاي تبداي حياه جديده وازاي تبقي هايله. اهلا بيكم في اول حلقه من برنامج هايله. أهلا بكم. نشرة أخبار الستات لحصاد عام 2023 تقدمها إليكم إيفون نبيل الشهيرة بأم ليلي كيداهم، ونستهلها بأهم الأخبار. للمرة ال75 انفصل الفنان حسام حبيب عن زوجته الفنانة شيرين، ومن الجدير بالذكر أن هذا الانفصال أتى بعد شهور من الزواج الذي سبقه انفصال، وهو الانفصال الذي سبقه زواج، وهو الزواج الذي سبقه انفصال. ونعتذر عن إكمال السلسلة لضيق وقت النشرة. وعلق العديد من المتابعين ساخرين من هذه العلاقة، واصفين إياها بأنها أكثر علاقة توكسيك في التاريخ. وأكدت الصحف والمواقع الإخبارية أن الانفصال تم بشكل شيك وسمباتيك، بينما أعلنت مجلة الجرس التي ترأسها الإعلامية نضال الأحمدية والصديقة المقربة للفنانة شيرين أن الطلاق تم على الطائرة على أثر مشادة كلامية وتبادل شيك للشتائم وتلطيش خفيف بين الطرفين بشياكة. أعتقد أن أستك العلاقة مط وبدأ يتسلت منهم في الطيارة. أثارت الإعلامية ياسمين عز الجدل خلال عام 23 بتصريحاتها عن الطريقة المثلى للتعامل مع الرجل. فرعونك يا هانم. ومن أبرز التصريحات التي أطلقتها الإعلامية كانت: ادي لحماتك مفتاح شقتك، سيبيها تفتش في دولابك، البيت بفلوس الراجل، وتيجي مراته وتقول له اقلع الجزمة عشان السجاد ده حتى الناس ياكلوا وشنا. فين أيام ما كانت الست بتدلع جوزها وتديله أكبر حتة في الفرخة، أيام ما كان فيه فرخة. اهتمي بجوزك وحطي كرامتك في الدرج. حماده قلت لك 100 مره ما تلعبش في كرامتي اللي في الدرج. مما ادى الى رفع العديد من الدعاوى والشكاوى القضائيه والاعلاميه
ضد الإعلامية ياسمين عز تتهمها بالتحريض ضد العنف وإساءة استخدام البرنامج الذي تقدمه في محتوى مسيء للأسرة والمرأة. أثار الكتاب الذي أصدره الأمير هاري الكثير من الجدل والضجة خلال عام 23 بعد أن فضح العديد من الأزمات التي حدثت وتسببت في العلاقة المتوترة بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون الاثنين السلايف. فقد قالت ميغان سابقا أنها عندما قابلت سلفتها لأول مرة أخذتها بالحضن، ده حتى يختي يبقى عيبة، وهو ما أثار ميدلتون. كما أشار الكتاب أن ماركل أرادت أن تستعين بصباع روج من ميدلتون، وحينما أعطته لها أخذته منه لحظة بأصبعها وفركت به شفتيها، فبدا على وجه ميدلتون القرف. ومن هنا ننصح المشاهدات أن كل واحدة يبقى معاها قلم روجها، كحلك في شنطتك، تاخديش حاجة من حد. وقال على رأي المثل: عقربتين على الحيط ولا سلفتين في البيت. أعربت الفنانة حلا شيحة عن اعتذارها لعموم الفنانين المصريين عما بدر منها في حق الفن والفنانين، وذلك في اللقاء الذي جمعها بالدكتور أشرف زكي، مما ينبئ بعودتها إلى التمثيل والفن مرة أخرى، وهو الأمر الذي يذكرنا بمسرحية سك على بناتك وحسس واعتذر وحسس واعتذر. وأوضحت شيحة في اعتذارها أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد. سامية بتقول لحضرتك كفاية، وجدان بتقولك والنبي يا فنانة كفاية تصريحات. أطلقت الفنانة العالمية شاكيرا خلال عام 2023 أغنية أنثى الذئب، تقوم فيها بالتلقيح والتلميح على حبيبها السابق الخاين الغدار أبو عين زيغة. وقالت في كلمات الأغنية: كنت أعلى من مستواك ولذلك أصبحت مع واحدة من مستواك، وأنه ترك ساعة رولكس وأخذ ساعة كاسيو. وجدير بالذكر أن شاكيرا علمت بخيانة بيكيه بعد أن لاحظت أن برطمان المربى ينقص كلما خرجت من البيت، وهي تعلم أن بيكيه ما بيحبش المربى. تركز في التفاصيل الله يكرمكم. ولكن هذا لا يرقى إلى التلقيح المصري حينما غنت المطربة بوسي أغنية مش شايفينهم لو مهما قالوا ما احناش سامعينهم، وهذا توضيح للموقف المصري بعون الله. لا الرولكس يهمنا ولا كاسيو يلمنا، واللي يقدرنا نشيله على راسنا ونقول له يا عمنا. في مقابلة تلفزيونية لها قالت الفنانة ياسمين صبري أن البني آدم عبارة عن براند ماشي على الأرض. غيرت مفهومي، كنت فاكرة إن احنا ولاية ماشيين على الأرض. وقالت أن كيم كارديشيان هي ست عرفت تستغل مشاكلها صح، ونحن في النشرة نقر بأن لو كانت المشاكل كلها زي كيم كارديشيان فكل الستات عندها مشاكل، لا مؤاخذة. أي نعم مشاكل كيم كارديشيان أكبر شوية بس موجودة. وقالت ياسمين أيضا أن ممارسة اليوجا تساعدها على الحياة، فهي تمارسها لمدة 70 دقيقة يوميا، وهي لا تعلم أن كثير منا يمارسها أكثر من 70 دقيقة. أنا بيحصل لي تصلب شرايين من خط المرج حلوان وأنا متصلبة وعاملة يوجا. اللي يصبر ينور. هذه هي الحكمة التي كانت حلقة في ودن كاميلا زوجة ملك إنجلترا تشارلز. فبعد علاقة حب لسنوات ومرور عشرات السنين وموت ديانا وموت الملكة إليزابيث وانقراض بعض الأنواع الفهود والنمور والسلاحف، استطاعت كاميلا أن تجلس أخيراً على عرش زوجة ملكة إنجلترا. وهذا دليل على أن الست مننا لما بتحط حاجة في دماغها بتوصل لها حتى لو كانت عظم في قف. عطفاً على الخبر السابق، خلي بالك عزيزتي المشاهدة، مش كل الطير اللي يتاكل لحمه، ومش كل اللي تصبر بتنول. يعني مثلا زوجة أشرف الحكيمي اللاعب المغربي طلبت الطلاق وصبرت عشان تاخد نص ثروة الراجل المليونير، فاكتشفت انه كان كاتب ثروته باسم أمه. وهذا دليل على ان لا الصبر نافع ولا الاستعجال شافع، كلهم مصطفى أبو حجر. أما الخبر الأقرب إلى قلبي والذي قام بطمأنتي على المستوى الشخصي أن المستقبل مشرق. في مبادرة تبين المعدن الأصيل، أكدت الراقصة صفينار أنها لن ترفع أجرها نظرا لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وهو ما يدل على ليونة الإحساس مرونة المشاعر. وعندما توجهت لعم سيد البقال وعم محمود الخضري لإقناعهم بتعميم التجربة، فكانت إجابتهم مجموعة من تيت، واحنا نشرة مؤدبة مش هنقدر نقول لكم قالوا ايه. انتهت اخبارنا، نشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل والفقرة المحببة إلى قلبي. زي ما التيمة بتاعت الحلقة النهاردة كلها شلوت جنابك دفع لقدام،
فاحنا عاوزين دفعه لقدام بقى في الاهتمام بجمالنا، برشاقتنا، بشياكتنا، ببيتنا. فانا عامله لكم النهارده كوكتيل وصفات كلها لن تتجاوز 5-6 جنيه من عند العطار، وحاجات رخيصه جدا بس هتفرق معاكي حقيقي فرق جامد جدا ومش هتتخيلي النتيجه. طيب اول حاجه عندنا محتاجين شبه. الشبه دي ده اختراع، هقول لكم بيها وصفتين. انا محتاجه ب5 جنيه شبه من عند اي عطار. الشبه دي هنعمل بيها ايه؟ اول حاجه، لو سنانك صفرة، عندك اي غمقان ولون وتراكمات وجير، هتجيبي الشبه، هتبلي فرشه السنان ميه وتحطيها في الشبه وتدعكي بيها اسنانك لمده دقيقه او دقيقتين، وتيجي تقولي لي ايه الجمال ده يا هايله، ايه الحلاوه دي يا هايله، الشياكه دي يا هايله، سناني بقت بتبرق وبتلمع يا هايله. ادي اول وصفه ما كملتش معانا ال5 جنيه. طيب نفس الشبه، نفس الكيس ابو 5 جنيه، لا تروحي ولا تكلفي ولا تعملي اي حاجه تاني. هتجيبي بتاعت اي ديودرنت من عندك، تمام، وهتفتحيها وتشيلي الكوره اللي فيها وتحطي نص الكميه بتاعتها شبه من عند العطار، وب5 جنيه تاني، معلش هتكلف بالله عليكي يا شيخه، هتكلفي 5 جنيه كمان، 5 جنيه كمان بودره اطفال، وهتمسكي الاثنين وتبتدي تربيهم مع بعض لحد ما يمتزجوا. هتاخدي الشاور، دي بقى وصفه للعرق، وهتيجي نفسك شاطره يا هايله، برافو يا هايله. اول ما تاخدي الشاور تنشفي وتجيبي مكعب مسك ابيض. المكعب ده من هايله، ده من براند هايله. يا اما هنستخدمه بطريقتين، يا اما والجسم لسه مندي هنبتدي نحطه بعد الشاور والجسم لسه مبلول شويه ما نشفش قوي، نبتدي نحطه لان ريحته مسك ابيض، فنبتدي نحط المكعب يبقى ريحتنا كلها مسك ابيض. بعدين نروح بالرول دي بقى نيجي نروح عاملين كده 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 كده، هيبتدي بصي لو ايدي جايه بقى لونها ابيض، اللون الابيض ده هيمنع لك تماما ريحه العرق، هيخلي الريحه اللي طالعه منك كلها ريحتها مسك ابيض. فاحنا كده تاني وصفه كمل، يعني ما كملتش 10 جنيه 15 حاجه كده يعني. طب ما عندكيش مكعب المسك بتاع هايله، البديل بتاعه بقى ان انت تجيبي حاجه اسمها بودره مسك من عند العطار. الريحه بتاعتها انا عن نفسي ما بفضلهاش قوي او مش بحب ريحتها قوي، او بتبقى الكواليتي بتاعتها اقل من مكعب المسك ده، بس اتس اوكي يعني ماشي حالها، وبتدي ريحه لطيفه وبتفضل في كل الاحوال سواء حطيتي مسك او ما حطيتيش. حتى لو حطيتي ده بس بعد الشاور نشفتي وحطيتيه هيمنع لك تماما ريحه العرق. فانت كده عملتي بديل لتنظيف السنان اللي بتروحي تعمليه واليود سمايل و و و و و ب5 جنيه، وعملتي بديل للديودرنت بتاعك ما كملش 10 جنيه وهيقعد معاكي كميه كبيره. الكيس ابو 5 جنيه ما خلص، هنحتاجه في حلقات تانية، خليه معاكي. طيب تالت حاجه، في مثل بيقول لك نظف بيتك ورشه ما تعرف مين يخشه، تمام؟ اللي يجي يجي بقى. انا اهم حاجه في بيتي وفي حياتي ان ريحه الدنيا تبقى حلوه، ويمكن ده كان احد اهم الاسباب اصلا اللي خلاني اعمل او اشتغل في براند البرفيوم بتاع هايله اللي هو الراعي الرسمي اصلا في البرنامج. دي فشاشه ممكن تبقى حاجه خلصت عندك، او تجيبي واحده زي دي تحطي فيها ميه، وتجيبي اي نوع زيت عطري. طب ما عندكيش، انا جايبه هنا معايا زيت عطري، طب لو ما عندكيش زيت عطري هقول لك ايه البدايل بتاعته عشان تخلي ريحه بيتك ومفروشاتك، ولو عايزه تعطري بيه شعرك، لو عايزه تعطري بيه كبادي سبلاش لجسمك، كل ده يصلح في اللي انا هقوله لك ده دلوقتي. عندك ريحه الفانيليا ب5 جنيه او ب10 جنيه تقريبا، بيبقى فيه اللي هي الفانيليا السايله دي، يا اما لو ما فيش الفانيليا السايله، بس دي مش هتصلح بقى للشعر والجسم لو اللي انت جايبه الباودر لان بيبقى فيها سكر فهتلزق. فلو الفانيليا السايله هتحطيها في الميه عادي، وممكن تستخدميها على شعرك وممكن تستخدميها على جسمك، يبقى ريحتك فانيليا، هتبقي بتتاكلي اصلا. ده رقم 1. رقم 2 ريحه الموز والفراوله والبرتقال، كل الروايح دي تصلح لينا وللاطفال ولشعرهم ولتعطير المفروشات. هتعملي ايه بقى؟ هتجيبي واحده، هي واحده بتبقى تقريبا قد دي، قد الزيت العطري اللي انا هستخدمه ده، بس بتبقى ريحه الفانيليا او الموز او الفراوله واحده منهم، وهتفضيها على دي، بس انا ما بملاهاش للاخر عشان الريحه تبقى قويه، بملاها 3/4 تقريبا. فانا هفضي بقى الزيت العطري ده زيت عطري، هاتي بقى المناسب ليكي، شوفي اي نوع برفيوم انت بتحبيه وهاتي الزيت العطري بتاعه اللي انت تحبي ان شقتك
تبقى بالريحه الحلوه دي. بس كده. وهتقفلي. ولو عايزه الريحه تبقى اكثر ثباتا، وخصوصا لو هترشيها على مفروشات، حطي قد مثلا 5 نقط جليسرين بس كده. يا دهوي، يا دهوتي، يا خرابي على الريحه الجميله. حد شمم حاجه يا جماعه اللي في الاستوديو؟ شامين؟ انت شامين؟ انت شامين؟ ماشي اوكي. حضرتك شامم يا استاذ؟ المخرج شامم يا جماعه. فدي تاني وصفه او مش تالت وصفه معانا. طيب الحاجه اللي بعدها هقولك ازاي تعطري جسمك. نفس الزيت العطري ده ممكن تستخدميه، او لو ما عندكيش زيت عطري ممكن تستخدمي مسك ابيض. مسك ابيض. مسك الابيض ليه مصادر كتيره، بيتباع طبعا في هايله، في البراند بتاع هايله، او تجيبيه من عند العطار. طب ما عندكيش مسك ابيض، نفس المكعب ده هنفتحه وهنحطه في الميكروويف ونسيحه. ممكن ما تستخدموش كله عشان هو ساعات بيبقى كتير، يعني ممكن تقطعي نصه، تكسري نصه وتستخدمي نص بس تسيحيه. هتحطيه يا اما في حمام ميه يا اما تحطيه في الميكروويف هيسيح. طيب وبتجيبي زيت الاطفال، اي نوع زيت اطفال مش نوع معين، وتبتدي تدلقي اللي ساح من مكعب المسك ده او الزيت العطري او مسك سايل اللي هو السايل، وتبتدي تحطيه على الزيت بتاع الاطفال. هيبقى شكله عامل كده. ده كده من غير، ده كده بيه. وقبل بقى ما تاخدي، بعد ما تاخدي شاور هتبتدي ترجيه وتبتدي تستخدميه زي اي لوشن على جسمك. هتلاقي ريحه رائعه رائعه. ريحه المسك الابيض يعني مش عايزه اقول لكم عامله ازاي. المكعب كله هتلاقيه بقى بيعطر وبيرطب. هتلاقي ايدك ابتدت اصلا يبقى فيها لمعه حلوه قوي. الريحه دي بقى ممكن تفضل معاكي مثلا لمده 2 3 من كتر الجمال اللي هتلاقيه والترطيب اللي هتلاقيه، واحنا طبعا في فصل الشتاء وطول الوقت محتاجين الترطيب. دي كده اغلب الوصفات. فاضل حاجه واحده بس للناس اللي عندهم تساقط في الشعر، انا كان قصدي في اول حلقه اجمع لك كوليكشن وصفات كلها سهله، مش محتاجه اكتر من نص ليمون. الناس اللي عندها بهتان في الشعر، شعرها مطفي ما بيلمعش، بيتساقط، عندها فراغات، نص ليمونه بس بشرط قبل ما تستخدميها نبتدي في حته من ورا نجرب هل احنا عندنا حساسيه، بشرتنا حساسه بزياده ولا لا. بشرتنا عاديه زي كل البني ادمين يبقى احنا خلاص تمام ممكن نستخدم. هتروحي دايسه عليها كده وتبتدي تدلكي بيها فروه راسك وتعملي مساج لراسك حوالي من 5 ل 10 دقايق وتسيبيها نص ساعه، واغسلي شعرك بالشامبو بتاعك العادي خالص وتفرجي على جمال ونعومه شعرك. ودي نفسك بقى من شهر ل3 شهور هتبتدي تلاقي في بيبي هير، الشعر الصغير ابتدى يطلع وابتدى يشكك في ايدك. ليمونه. انا لا قلت لك اشتري منتجات ولا قلت لك كلفي نفسك ولا قلت لك حاجه. النهارده في هايله باقل التكاليف عملتي حياه جديده وطلعتي من الشلوت باتيتيود جديد. اعتقد مفيش حاجه تتعمل احلى من كده. عطرتي بيتك وعطرتي نفسك ودلعتي اسنانك ودلعتي شعرك وعملتي كل حاجه. بس كده يا ستي. ايه رايك في الحاجات دي؟ لو عجبتك تابعي كل الوصفات اللي بننزلها على صفحتنا على الفيسبوك. رجعنا لكم بعد الفاصل والفقره معانا مختلفه تماما. التيمه بتاعت الحلقه النهارده شلوت جنابك دفع لقدام يا فندم. ولما فكرت في التيمه ما لقيتش احسن من 2 طالعين من نفس المكان، هما الاثنين خدوا شلاليت يعني مختلفه في اماكن مختلفه. معانا الكاتبه وصانعه المحتوى وصديقتي وحبيبتي آية شعيب. منوراني يا آية. نورك، مبسوطه جدا ان انا معاكي. وانا بصي يعني احلى حاجه حصلت ان انت معايا في اول حلقه. احنا طالعين من نفس المكان، كنا في نفس البرنامج مع بعضينا، واحنا الاثنين حصلت لنا شلاليت غريبه في الحياه. ايه اللي جابك هنا يا آية؟ ايه اللي وداكي؟ بصي طبعا انت كنتي متميزه ومراسله متميزه. ايه اللي خلاكي فجاه بقيتي منوره؟ انا عارفه ان انت رحتي بشلوت، بس انا عايزه اعرف ايه الشلوت اللي حصل؟ والله بصي يعني هي عكه كبيره والوت اوف دراما يعني، بس خلينا نقولها يعني في عنوان.
انا اهتميت بالصحه النفسيه عشان انا اتعكيت في الحته دي. يعني جالي اكتئاب سنين وما كنتش عارفه اتعامل معاه ازاي، ولما ربنا كرمني وطلعت حسيت ان انا عندي حاجه اقولها. وانتي عارفه ان احنا عندنا خلفيه ودارسين وده شغلنا اصلا. بالظبط. والسوشيال ميديا بقت هي اللي سايقه كل حاجه. فحسيت ان هو ده التوقيت المناسب. يعني انا عندي حاجه اقولها، واوريدي الباك جراوند بتاعتي جايه من نفس المكان، وحقيقي حسيت ان اللي انا هقوله ده ممكن يفرق، يعني ممكن يفرق حتى لو مع بني ادم يعني. فهو ده هو ده اللي جابني في الحته دي. ايه اللي حصل لما لقيتي نفسك اتحطيتي او بداتي خلاص انت حطيتي نفسك في حته السوشيال ميديا وبداتي تشتغلي على الحته دي؟ قولي لي اول رد فعل حصل. يعني انت جايه من حته انت موجوعه وبتحاولي تتعافي وبتحاولي تقولي حاجه وبتحاولي تدعمي ناس تانية، ومره واحده بقيتي في حته مكان نجوميه الناس كلها بتاخدك كخبيره استراتيجيه لفن الشلاليت. بصي، هو الموضوع مقلق جدا. الشغل على السوشيال ميديا بشكل عام هو حاجه ممكن تبان للناس من بره ان هي سهله وبسيطه ولطيفه وكده، بس هي مليئه بالالغام. لان انت يا اما هتحطي نفسك في حته كويسه، يا اما هتبقي عرضه لمغريات كتير قوي. لو انساقتي وراها الدنيا هتبوظ. او عامه ده اللي انا قلته لنفسي، هي حته منوره جدا، والشهره عامه مغريه، وفكره ان الناس تبقى عارفاكي مغريه جدا، وفيها وتعرفي تطلعي منها فلوس كتير، يعني منطقه حلوه. بس انا ما كانش ده بالنسبه لي الهدف خالص. يعني اول ما لقيت الدنيا بتكبر والفيديوهات بتجيب ارقام كبيره والناس بتتعامل معايا زي ما انت يعني زي ما انت بتقولي، انا كنت مهتمه جدا بان انا اقول للناس لا معلش لحظه بس كده، هو انا مش شخص خبير خالص خالص، انا جايه من تجربه. ده كان مهم قوي، لان الناس بدات تتعامل معايا ان انا دكتوره وثيرابيست ولايف كوتش طب السيشن عندك بكام، طب مش عارف ايه. كان ممكن استغل ده على فكره. يعني كان ممكن اروح اخد ورك شوب او كورس او ايا كان واشتغل فيها وامتهنها وكده، بس برضو ده ما كانش الهدف. انا مش عايزه اتربح من الحته دي. انا ستيل لسه نفس الشخص اللي لسه بيحاول يعني يفهم اصلا الشلوت ده وداه فين وجابه منين وكده. فلا انا يا جماعه لسه بتعالج، وتعالوا نشوف بقى الدنيا هتودينا فين مع بعض. فبدات احاول اقول ده بشكل دائم، يا جماعه انا مش شخص مثالي. وكان بيحصل بقى صدمات. يعني كان بيحصل انه تكتبي مثلا بوست فالناس تاخده ضدك. ايه ده شخص نرجسي، دي شخص توكسيك. دي يا جماعه انا ما قلتش والله العظيم ان انا دكتوره زي ما بيقولوا. انا شخص عادي، وارد على فكره اكون توكسيك. كلنا عندنا تريتس سامه. بالظبط. وارد على فكره يكون عندي ايا كان اللي انتوا بتقولوه ده. ارجعوا بس لاصل الحدوته. هي اصل الحدوته ان انا جايه من منطقه الشخص اللي اتعور، مش من منطقه الخبير الاستراتيجي دي خالص. بالظبط. فدي كانت اول حاجه. الجزء الثاني بقى هو ان انت تحافظي على الشكل اللي انت طالعه بيه. انا ما كنتش حابه اتاخد في الحته بتاعه البلوجر والانفلونسر اللي بتعمل اعلانات واللي مش عارف ايه لا، انا عندي كتاب، وانا شايفه نفسي ان انا شخص عايز يقدم نفسه للناس على ان هو كاتب وبيعمل محتوى بيذاكر له كتير وبيعمل له ابحاث كتير ومش عارف ايه. فان انت بقى تحاولي تعصمي نفسك قدر الامكان عن فكره انه الحته دي فيها فلوس كتير قوي، واعملي نفسك مش شايفه، اعملي نفسك الفلوس مش واخده. يا حياتي يا حياتي، ما هو ده عشان يعوض الشلاليت نتعالج حتى. هو انا مش ضد الفلوس طبعا اكيد، يعني ربنا أنا يزيدها بقول برضه عمالة أنا مش مع ويرزقنا الفلوس، من حيث لا نحتسب. بس اقصد اقول لك انه دي كانت بالنسبه لي تحدي لان انا ما كنتش عايزه اتحط في الحته اللي ناس كتير، يعني اوريدي في عندنا فاشن بلوجرز كتير وناس كتير بتتكلم عن الميك اب وناس كتير بتتكلم عن اللبس يعني الحته دي مليانه. انا مش عايزه ابقى موجوده في الحته دي، انا عايزه ابقى موجوده في حته تانية ونعمل اعلانات برضو ما يدورش، بس في الحته دي، في الحته اللي انت عاوزاها، في الحته اللي انا تخصصت فيها وبتكلم فيها. وانا حسيت انه ده هيديني قيمه اكبر من ان انا اسيب الدنيا يعني سايحه. هتعامل معاكي بقى باعتبارك الخبيره الاستراتيجيه لفن ايه. انا دلوقتي واخده شلوت عايزه اتعافى. اعمل ايه؟ انا جايه من هناك، عارفه القطه بتاعت وقعت بقى هنا. وقعت قدامي. اعمل ايه بقى؟ بصي، هو عامه الشلوت ده دايما قولي لي الكيرف الاول بتاع الدنيا هتبقى عامله ازاي عشان ما تصدمش. لان كلنا قاعدين هنا اهو دلوقتي بعد الشلوت، فاحنا مش عاوزين نقعد كتير في مرحله الصدمه. واعمل ايه بقى عشان اعدي واروح بقى لحته كويسه؟ اوكي، هو خلينا نعتبر ان الشلوت ده او يعني نوصفه بان هو صدمه كبيره
صدمه في حد قريب منك، او حتى صدمه في نفسك، يعني تصرفات مش محسوبه، اخطاء وارد. يعني وارد انه يبقى انت سورس الموضوع، الصدمة انت اللي نفسها. مديه الشلوت لنفسك بنفسك أوكي. يعني. هو ف- غالبا على فكره احنا بنبقى السبب الاساسي في طبعا يعني اكيد احنا اللي هو سمحنا اصلا ان بالشلوت. اتفق، بس في الاخر الشلوت ده لازم هيكون له جذور في الماضي، في طريقه التربيه، في يعني انت الشخص اللي انت عليه دلوقتي اللي خد الشلوت المحترم ده مجموعه من القرارات والافكار والمعطيات والتجارب والخبرات، فده كله اتاسس فيكي وكبر معاكي عشان كان في طفوله ليها شكل معين، عشان كان في تربيه ليها شكل معين طلعتك بالشكل ده، اللي خد القرارات دي، اللي جابك دلوقتي في الحته دي. فمهم جدا جدا ان احنا نفهم الماضي السحيق ده كان فيه ايه وايه الحاجات اللي انا محتاجه اعالجها من زمان قوي، لانه احيانا بيبقى عندنا برضو قصر نظر، اللي هو انا ببص تحت رجلي دلوقتي، بس انا بشوف ان اللي حصل دلوقتي ده جه منين، ده جه من بعيد، من زمان. فدايما دي بتبقى البدايه، ان احنا ما نبصش تحت رجلينا، نبدا نشوف، نرجع لورا شويه. نرجع لورا حبه، نرجع لورا قوي، نرجع يعني بذاكرتك على يا حسب مبلاوي. على حسب بقى يعني كل واحد فينا وعكته يعني، او عركته شكلها ايه. ولازم بنحتاج مساعده في المرحله دي. يعني انا بقول انه ثيرابيست لكل مواطن او معالج نفسي لكل مواطن، حقيقي بجد كلنا بنحتاج حد يرشدك. يعني انت بتبقي واخده الشلوت وواخده الصدمه ولسه مزغلله مش شايفه، فبتحتاجي بس حد ياخد بايدك ويقولك طب بصي في الحته دي، طب جربي كده تفكري في ده، طب امسكي ورقه وقلم كده وعيدي حساباتك تاني. انا ده اللي كنت بحاول اعمله بفيديوهاتي في الاول، اللي هو يا جماعه خدوا بالكم ممكن يكون النمط السام في العلاقات ده ليه علاقه بنمط سام احنا متربيين عليه، باب وام ما ادولناش احتياجاتنا كامله. هم مش غلطانين، هم على قد وعيهم وعلى قد خبرتهم وعلى قد الريسورسز اللي كانت متاحه ليهم زمان، هم عملوا اللي عليهم وزياده كاب وام وتمام شكرا ميرسي. بس انا خلاص انا مسؤول عن حياتي دلوقتي، فانا محتاج ان انا بقى اشتغل انا بقى شويه، اشوف هم غلطوا في ايه واحاول انا اصلحه. مش هنقعد بقى نعلق شماعات ونقول اصل بابا عمل، اصل ماما عملت، اصل انا بابا وماما اتطلقوا، اصل مش عارف ايه، ونقعد نصيح. لا، ما خلاص مسؤوليتي. تمام. بس طيب انا وصلت لمرحله ما من المراحل ان خلاص انا اتضايقت وحصل اللي حصل وحسيت باحباط، وانا حاليا بقى في مرحله الاحباط. مش عارفه بقى يعني ايه اللي بيخلي الواحد بعد ما خد الشلوت المتين ده يبقى عنده امل وشايف ان في حاجه حلوه هتحصل في الحياه. الامل ده بيجي من فين؟ ولا احنا اللي بنديه لنفسنا؟ المفروض نعمل ايه؟ نديه لنفسنا؟ طبعا هو احنا اللي بنديه لنفسنا قبل اي حاجه، بس هي المعضله دايما بتبقى في ايه؟ انه احنا بشكل عام ما تربناش على ان احنا نحط نفسنا اولويه في حياتنا، نفكر في نفسنا قبل ما نفكر في الاخر. يعني في شويه معتقدات كده مش هتلاقي اغلبنا مش عنده، الا الناس النرجسيه صرف، يعني اللي هي بتفكر في نفسها كنوع من انواع الاضطراب. احنا كده اتربينا على كده، اللي هو انت تفكر في نفسك انت اناني، فانت اصلا ما بتبقيش شايفه نفسك خالص خالص. فطبيعي جدا ان شخص مش شايف نفسه ان هو يحبط بكل سهوله. ايه اللي هيديكي الامل اما انت شايفه اصلا ان انت لا تستحقي خالص؟ ما هو اللي جابك هنا هو احساسك ان انت لا تستحقي الحب، فاخترتي شخص مش قادر يديكي الحب اللي انت محتاجاه او الحب الصح ليكي. لا تستحقي القبول، فاخترتي ان يكون حواليكي ناس بيكسروا فيكي وبيهدوا فيكي وبيحبطوكي. شايفه ان انت لا تستحقي. انا استحق كل حاجه يا ست الكل. انت تستحقي كل حاجه، بس بتتصرفي ازاي؟ هل بتتصرفي على ان انت تستحقي؟ اختياراتك بتقول ان انت تستحقي؟ الصراحه لا. بس خلاص هي دي بقى الفكره. احنا بنقول ان احنا نستحق، بس بنعمل اللي يخلينا فعلا worthy ده او نستحق ده؟ لا، ما بنعملش ده. انا استحق كل حاجه حلوه في الدنيا، بس في الاخر ابص كده الاقي ان انا ما فيش اي حاجه، فتحت الزباله جدا. ما فيش. صح صح. بس فهو مش بالكلام، هو مش بالكلام. بتقبلي حاجات مش المفترض ان انت تقبليها، بالظبط. بتسمحي بحاجات مش المفترض ان يتسمح مش بيها. بس كده، كمان احنا عندنا دايما حبنا لنفسنا مشروط. ليه؟ لان انت اتربيتي برضو على كده. حبي لنفسي مشروط بايه؟ اللي هو هتنجح هجيب لك، هتسمع الكلام هحبك، هتاخد خطوه ناحيه اللي انا عايزه كأب وأم، تبقى انت تمام ومية مية وحبيبي وكفاء. فانت كبرتي على ده،
وتربيتي على ده، وده احساسك تجاه نفسك، انا لازم احقق حاجه، انا لازم، بصي فلان بيعمل كذا انا لازم ابقى احسن منه، اتربينا على المقارنات، فانت غصب عنك بتقارني نفسك بغيرك، فانت حبك لنفسك مشروط طب وده غلط؟ بالانجازات. طب وده طبعاً غلط؟ غلط كبير، غلط كبير. انت يعني احنا ايه ده، يعني انا لما اجي اربي العيال ما اقولهمش لو عملت كذا مش هعمل لك كذا؟ طب طبعا انا ما اجيبهم ينفعش، ازاي انا؟ ما ينفعش خالص. هم طب والعيال يذاكروا ازاي؟ وسعي العيال يذاكروا ازاي؟ النظره، يعني المذاكره يعني انا كده بعقد عيالي. المذاكره مش هي الموضوع، والنجاح مش هو الموضوع، مش ده الموضوع. امال ايه الموضوع يا ايه؟ الموضوع ان انت تربي شخص سعيد واثق من نفسه، يقدر يشوف بصمته. احنا مش شبه بعض يا ايفون، ايفون مختلفه. العيال بصمتهم ان هم ينعكشوا البيت يا ايه؟ ينعكشوا ما ينعكشوا يا ستي، ما ينعكشوا، ما انا اللي بلبس، مش مهم، عادي ما يجراش حاجه. المهم ان هم يعرفوا يكتشفوا نفسهم ويكتشفوا بصمتهم. ايفون انا اول مره عرفتك فيها واول مره اتقابلنا فيها في شغل، انت كان ليكي بصمه مختلفه، كنت كلنا بنشتغل مراسلين، بس ايفون بتعمل حاجه مختلفه. انت دورك في حياه ولادك ان انت تخليهم يعرفوا ايه اللي هم مختلفين فيه، عشان ما يوصلوش للنقطه بتاعت سؤالك اللي هو انا ليه بأحبط بسرعه، انا خدت الشلوت وحاسس ان انا ايه ده، انا ما عنديش امل في بكره، خلاص انا هقف هنا. دورك ان انت تخليهم ما يعطلوش في الحته دي، هو ده دورك. لا دورك ان انت تعلميهم الترويق ولا الطبيخ ولا مش عارف ايه، ولا ما تعليش صوتك ولا علي صوتك، ولا انت دورك ان انت تخليهم رقم واحد يحبوا نفسهم، يتعاملوا مع نفسهم بآدمية، احنا ما بنتعاملش مع نفسنا بآدمية خالص، يتعلموا ازاي يدوا لنفسهم زي ما بيدوا للآخر. انت في اي علاقة بتدخليها سواء حب او صداقة او ايا كان، بتدي 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 بتدي. انت بقى دورك ان انت تدي لنفسك زي ما بتدي لغيرك، فانت المفروض ان انت تربيهم على ده قبل اي حاجة. انا ما خدتش حاجة. خدتي من نفسك؟ انا خدت من نفسي. بتدي نفسك؟ بدي نفسي. بدأتي تعملي ده امتى؟ لا ده مؤخرا. بس كده، هي دي الفكرة. يعني ده مؤخرا. لا انا زمان لا ما كنتش بعتد بفكرة ان انا عملت كذا فلازم اخد كذا، لا خالص. انا بدي عشان ده بيفرح اصلا. اخر مرة قلتي لنفسك فيها كلمة حلوة امتى؟ ايفون بجد لا برافو عليكي. لا انا بصبح على نفسي وبطبطب على نفسي، برافو. وبدلع نفسي واروح اشتري حاجات برافو. لنفسي وافسح نفسي. انا بعمل كل حاجه لنفسي دلوقتي. بداتي تعملي ده دلوقتي؟ لا الاول ما كنتش بعمل كده. بس انت بقى دورك ان كان انت دايما في انتظار. ده. دي بقى مشكله كبيره وممكن تكلميني فيها، ان دايما في انتظار لطرف اخر، ده اللي هيمنحني السعاده، ده اللي هيكمل لي فرحتي، ده اللي هيطرقع لي على قفايا فادرك بعد كده. يعني دايما في طرف اخر موجود جوه دماغي، ان السعاده مش من جوايا انا. لا انا حاليا مقتنعه انا اللي جوايا السعاده، انا اللي هدي ده لنفسي. لو حد جه اضاف، ما اضافش ان شاء الله عنه ما اضاف، انا هاضيف لنفسي. بالظبط. فعمرك ما هتحبطي. ليه عمرك ما هتحبطي؟ لان انت مش هتبقي مراهنه على الاخر، انت طول الوقت هيبقى رهانك على نفسك. زي ما انت قلتي، جه الاخر اداني حاجه لطيفه اهلا وسهلا، مش هيديني حاجه لطيفه، لا يروح يقعد جنب الست مامته. حد لسه واخد شلوت النهارده، الشلاليت مختلفه. طبعا شلاليت مختلفه، انواع يعني، صح، انواع ودرجات واشكال يعني كل حاجه. اصعب الانواع ايه واسهل الانواع ايه؟ بصي بطبيعه الحال اصعب الانواع دايما اللي بتيجي في العلاقات العاطفيه او الاهل، يعني يا اهل يا علاقات عاطفيه، دايما بتبقى دي اصعب الحاجات. يعني طبعا لما بتيجي في الصحاب بتبقى صعبه، بس الاكثر ايلاما دايما واللي دايما بيبقى فعلا شلوت قوي قوي قوي، هو يا اما اللي بيجي من الاهل اللي هم اقرب الناس والمفروض ان هم دايره اماننا، اما من العلاقات. هقول لك بقى على حاجه كوميديه جدا، احنا كلنا خدنا شلاليت واحنا صغيرين من اهالينا في دايره اماننا الاولى دي، هي دي نفس الشلاليت دي اللي احنا خدناها في طفولتنا من غير ما هم يبقوا مدركين ان هم بيدوها لنا كاهل. هي نفس الشلاليت اللي بناخدها من علاقاتنا العاطفيه لما بنكبر، هي نفس الحاجه. انت بتكرري نفس الاخطاء اللي اهلك وقعوا فيها معاكي مع نفسك عشان تغيري النتيجه. لا انا محتاجه اراجع ذكرياتي كده. لا انا حاسه ان انا في شلاليت مختلفه. لا مش نفس الشلوت، لا في شلاليت مختلفه. ماشي خلاص، حلو، شلاليت مختلفه. لا يعني انا بس من العلاقات العاطفيه، من الحب ومن الحاجات يعني دي، صح؟ العلاقات العاطفيه كانت شلاليتها مختلفه خالص عن شلاليت الاهل. يعني انا شلاليت الاهل شبه شلاليت انا اللي انا بعملها في العيال، اللي انت فهمتيني ده شلوت اصلا. ذاكروا، لو عملت كذا هنعمل كذا، اللي هو الحب المشروط. ايوه، ما هو الحب المشروط ده هو اللي خلاكي بعد كده تختاري شخص مش مناسب ليكي،
لان انت عندك احتياجات ما تمش تلبيتها من وانت طفله، ما تمش تلبيتها لان هم كانوا يا اما بيلبوها غلط يا اما مش بيلبوها يا اما بيتصرفوا بشكل مش انا عايزه اقول لك بقى على تفصيله صغيره. انا كان امنيه حياتي وانا صغيره ان انا يجي لي اورج او بيانو. كنت بطلع الاولى على المدرسه طول الوقت، كنت شاطره جدا مجتهده بزياده اوفر يعني. كل مره كنت انجح فيها يقولوا لي هنجيب لك ذهب. اعمل ايه بالذهب؟ انا كطفله ايه استفادتي؟ ايه وجه الاستفاده ان انا لابسه ذهب؟ كل مره كان هو دي فرحتهم ان هم يجيبوا ذهب، وانا نفسي في اورج. انا ما حدش جاب لي اورج. انا لما كبرت لحد دلوقتي اه اجيبه لك انا يروح انا قلبي. انا جبت لنفسي وجبت لعيالي. بس برافو. قصدي ان هو طريقه الحب مختلفه. انت متخيل ان انت بتمنحني الحب بطريقه وانا طالبه حاجه تاني. هو ده اكزامبل بسيط جدا على طريقه انت لو قعدتي تفكري وتسترجعي ذكرياتك هتلاقي ان هو ده اللي هم طول الوقت كانوا بيعملوه. ده حقيقي. اللي هو انا هحبك بالطريقه المناسبه ليا انا، اللي انا شايفها صح. انا اب، انا ام، فانا عارف المصلحه فين، انا عارف الصح فين. هو انت اب لاول مره وام لاول مره، مين علمك الصح؟ انت محدش علمك حاجه، انت بتجرب فيا على فكره. وعادي مفيش مشكله، جرب وحقك وبتاع، بس انت واخد منين الثقه دي؟ عادي، احنا كابهات وامهات بنبقى واثقين. انا بصراحه ما كانش عندي ثقه ولا زلت لغايه دلوقتي ما عنديش ثقه في ان انا ام كويسه لابني، يعني لا هو عندي مش طول شرط الوقت كويسه، شكوك. بس احنا امهات احنا امهات هناخد طبعا. قرارات. انا بصراحه بذاكر كويس قوي قبل ما اخد اي خطوه، قبل ما يبقى عندي اي رد فعل. لو قابلت موقف كبير مع ابني، موقف كبير يعني حاجه غلط قويه هو عملها، لا مش هاخد رد فعل غير لما اشوف الكتاب بيقول ايه. هو ده الفرق ما بيننا وما بين اهالينا في اعتقادي، ان احنا عندنا المساحه ان احنا نعمل ده. تقدري تدخلي على النت تسالي النت اي سؤال هيجاوبك، وتقدري تقري وتقدري تعرفي وتقدري يبقى عندك نوليدج. اهالينا ما كانش عندهم ده. انا بحاول اعمل كده اغلب الوقت، يعني بحاول ان انا اشوف حتى لو في حاجه غلط اتعملت اتصرف معاها ازاي. بس في حاجات لا، هي باي ديفولت انا لو انت ما عملتش كذا هعمل. ما هو اصلا هنعمل ايه؟ طب قولي لي اعمل ايه في اجيال القصة دي؟ مختلفه خالص يا ايفون، اجيال مختلفه. يعني هم جيل مختلف تماما عننا. هم ده هيزيطوا، ده ما- هيزيطوا زيطه جامده. ايوه، انت ايه اكبر مخاوفك في الزيطه دي؟ البيت يتبهدل؟ لا دي- مش البيت دي أكبر يتبهدل، مخاوفك؟ يعني ده هتبقى بزراميط ايوه، في ايه؟ في كل حاجه. زي ايه؟ يعني مثلا فكره المذاكره دي مش هتبقى مطروحه اصلا. طب انا عايزه اسالك سؤال، انت كنت طول الوقت شاطره جدا ومجتهده جدا انا كنت شاطره اوفر بصراحه. خلاص. بغباوه يعني. انا عارفه العيال اللي بيرجعوا من المدرسه خشي يا حبيبتي غيري هدومك اخلص الواجب الاول يا ماما. كنت غلسه، عيله غلسه. ده انت بتغلسي على نفسك اه اصلا. اه طيب هو مبدئيا هم قدراتهم مش بالضروره ان هي تبقى يعني شبه قدراتك، واهدافهم في الحياه ديفينتلي هتبقى مختلفه عن اهدافك. انت ام مختلفه، انت في حياتك شخص مختلف، فبالتاكيد هتربي شخصيتين مختلفين عن غيرهم ومختلفين عن بعض ومختلفين عنك. بس اديهم مساحه، يعني اديهم مساحه بره النمطي والمعتاد والمتعارف عليه. ممكن مش بالضروره الاثنين يبقوا شاطرين في الدراسه، بس ممكن واحده فيهم تبقى شاطره في التمثيل، في الغنى، في الابداع بشكل عام. انت دورك ان انت تنوري لهم المناطق المختلفه عندهم. في دقيقه ازاي نتجاوز مرحله الشلوت ويبقى شلوت جنابك دفع لقدام؟ هو مبدئيا لازم نفكر في كل شلوت بناخده على ان هو رساله من الدنيا او من ربنا او يعني ايا كان، بس هو رساله ليا. الشلوت ده انا خدته لهدف. مفيش شلوت في كده، في هدف من ورا الشلوت ده. الهدف ده ان انا اتعلم حاجه عن نفسي، اتعلم حاجه عن غيري، اخد قرار في حياتي، احزن. حقي على نفسي دلوقتي ان انا احزن على نفسي وان انا اتقوقع حتى على نفسي لغايه لما اهيل واتعافى. فهو دايما في رساله ودايما في هدف. مفيش بني ادم بيعمل فيا، مفيش بني ادم بيعمل فيا. في غلطه حصلت بسبب اختياراتي انا وبسبب قناعاتي انا وبسبب حاجات انا محتاجه اعرفها عشان ما اخدش نفس الشلوت ده تاني. بشكرك. تقوقعوا واحزنوا. خدوا وقتكم في الحزن، احزنوا براحتكم جدا وتقوقعوا كل حاجه، بس ما تقفوش عند الحته دي. تجاوزوا بعد ما تخلصوا كل الحزن وكل القوقعه وكل حاجه، وشوفوا عاوزين نروح فين بعد كده. شرفتينا يا ايه. ميرسي يا ايمون، ميرسي بجد يا حبيبتي. اعتقد ان يعني الختام ده كان احسن ختام في الحلقه. بشكركم في بدايه الحلقه الاولى على ان انتوا قعدتوا معانا لحد الوقت ده، ونتقابل في حلقه جديده من هايله.